السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ من اجمل التليفونات اللي جات لي والحاجات اللذيذه يعني والمواقف الطريفه اللي حصلت لي. تليفون جالي من حد يعني جميل بصراحه، حد لذيذ. بس للاسف هو بيعكس واقع السوق. واقع السوق دلوقتي هو كده فعلا يعني. هو الراجل مش قصده يضحك ولا يهزر ولا اي حاجه، هو الراجل بيتكلم بمنتهى الجديه. ولكن للاسف هو ده واقع السوق اللي احنا عايشينه بجد فعلا يعني. هو راجل بيكلمني بيقول لي اخبارك ايه وعامل ايه وبتاع، وانت راجل جميل وراجل بصراحه انا بحبك وواثق فيك، وانت راجل فاهم وراجل مميز. يا حبيبي كتر خيرك، ربنا يكرمك يا رب، يعني ربنا يجعلنا عند حسن ظن الناس دايما. الراجل بيقول لي ما تيجي نطلع الصين، نجيب توكيل عربيات ونيجي. حسسني ان احنا هنطلع على الناصيه نجيب مثلا يعني ب2 جنيه فول ولا 5 جنيه فول و5 جنيه طعميه ونرجع. والله العظيم بجد يعني الراجل قال لي ما تيجي نطلع الصين، نجيب توكيل عربيات كهرباء ونرجع. يعني بصراحه يعني قلت له والله انت عندك حق. يعني احنا عندنا الشهر اللي فات ولا الشهرين اللي فاتوا دول في 30 توكيل نزلوا هبد كده في الناس. 30 توكيل وش كهرباء، انا مش فاهم ايه ده يعني. اسماء ما انزل الله بها من سلطان. حط 5 6 حروف جنب بعض وارزع اي عربيه. يعني بص يعني اسماء ما نسمعش عنها قبل كده يعني والله عربيات ولا نعرف عنها حاجه. والجميل بقى ان كله طالع يقول لك قيمه مقابل سعر. إيه مش فاهم كل العربيات. هو اي حد يا جماعه بلوجر يحضر حفله افتتاح عربيه بقت قيمه مقابل سعر؟ يعني بصراحه انا بقينا في مهزله والله العظيم. يعني 30 عربيه ولا نسمع عنهم اي حاجه ولا نعرف عنهم اي، ولا اللي رايح ده ولا اللي بيقول ده عارف عنهم حاجه. بس هم قيمه مقابل سعر. المهم يعني الموضوع باختصار كده ان هو قال لي ما تيجي نطلع الصين، نجيب توكيل عربيات ونيجي. يعني حاجه بصراحه عسل قوي. طيب يا عم هنعمل ايه؟ او في ايه مثلا عربيات هناك؟ ولا لا 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 لا، العربيات كتير والتوكيلات بالهبل. ده مش عايزين اي حد يجيب توكيل ويجي، يعني ما عندهمش مشكله، مفيش اي حاجه. طب يا عم ايه ايه العربيات في ماركات ايه محترمه؟ لا محترمه مين؟ محترمة مين يا باشا؟ ادي شاشات، الناس تنبسط، خلي الناس تتفرج على السينما. ارزع يا باشا كاميرات الناس تنبهر. 18 كاميرا اديها واديها جنوط 25 والناس هتهيص، هتقول لك ده عربيه ما حصلتش وقيمه مقابل سعر. طب يا عم قطع الغيار، قطع غيار مين يا عم الحاج؟ احنا ننزل بالعربيات، وبعد ما ننزل بالعربيات ربنا يكرمنا ونشوف قطع الغيار دي بعد كده بقى 5 6 شهور عقبال ما العربيات تبقى تطلب قطع غيار، نبقى نشوف الموضوع ده بعدين، مش مهم يعني. خلينا بس ننزل العربيات بالعربيات ونغرق السوق. لا لا لا. طب الماتيريال يا عم الحاج، ماتيريال ايه؟ انت في الصين يا بيه تقول لي ماتيريال؟ انت في الصين يا باشا خلاص، انت في الصين ماتيريال صيني بس خلاص انتهينا يعني. طب يا عم الجنوط، طب يا عم اعاده البيع. اعاده البيع ايه؟ واحنا هنخلي الناس تتاجر على قفانا؟ ازاي يعني الناس هتشتغل على قفانا مثلا؟ لا 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 يا باشا، الناس تركب عربيات وتحمد ربنا الحمد لله العربيات نزلت والدنيا جميله. يا عم ايه ده؟ طب ايه البراند ده؟ الاسماء كتير. ده احنا ممكن نروح هناك نطلب من حد يعمل لنا براند، هيعمل لنا براند واحنا قاعدين عادي، ونحطه على اي عربيه من العربيات اللي ماشيه هناك عادي شغال يعني. ومش هيصنع لنا مخصوص، هو اي عربيه موجوده ممكن يحط لك عليها الاسم اللي انت عايزه. شوف اسم العيال ايه، اول حرف من كل اسم من اسم عيالك، ونعمل براند في الصين ونيجي. والله حسستني يا نهار اسود، هي بقت كده. قلت له والله عندك حق، والله العظيم عندك حق تقول الكلام ده، لان ده اللي شايفينه فعلا اليومين اللي فاتوا. احنا شايفين كوارث، احنا شايفين عربيات بدون قطع غيار، شايفين اسماء ما نسمعش عنها اي حاجه قبل كده ولا عربيات نعرف عنها حاجه، ويا باشا اديها كاميرات وشاشات وريد لايت والناس مبسوطه التليفون ده بصراحه والمكالمه من الراجل ده يعني والله بص هو حبيبي وما يزعلش مني وراجل يعني اخويا، بس يعني خلاني فطست بالضحك قلت اضحكوا معايا السلام عليكم.